معايشة معاني الآيات وفهمها أعظم سبل تدبر القرآن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى في سورة الأعراف واصفا أحوال أهل النار يوم القيامة: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فما معنى مهاد وما معنى غواش؟ قال شيخنا العلامة المفسر سعيد بن أحمد الكندي رحمه الله في التفسير الميسر: لهم من جهنم مهاد أي فراش. وفي سورة الزخرف يقول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي مستقرا فتستقرون فيها. وقال تعالى في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة لكم كالفراش. والله تعالى أعلم.